في مداخلة نارية داخل البرلمان، النائبة ريم شباط تسلط الضوء على فضائح التعليم العالي في المغرب. الجامعات المغربية كانت ولا زالت تصنع نخباً تفتخر بها البلاد، لكن الفضائح الأخيرة تهز الثقة في هذا القطاع الحيوي. تزوير الشهادات في مدارس المهندسين، فضائح الجنس مقابل النقط في الرباط ومدن أخرى، وحالات تسيء إلى سمعة الجامعة المغربية. الطلبة المجتهدون يقصون بسبب تسقيف السن، بينما يفتح الباب أمام من اشترى الشهادة بماله. ريم شباط تؤكد أن هذه الممارسات تضرب في مصداقية التوظيف وتظلم الآلاف من الشباب الكفء والطموح، وتوجه نداء صارخا لوزير التعليم العالي: كفى تسترا على الفساد، أصلحوا منظومة التكوين واستثمروا في البحث العلمي، لأن مستقبل الجامعة هو مستقبل الوطن.